بُص، أنا مش جاي أقول لك أنا الجامد وأنا اللي باطير في الجو وأنا اللي ما فيش منّي، بس أنا عايز أقول لك على حاجة والله العظيم إحنا بنجتهد جامد جدًا في شغلنا عشان نطلّع أحسن حاجة زي ما أنتم شايفين كده الجهاز ده built in 6 شُعلة Ariston ومعاه فرن بتاعه الاتنين متدمّرين خالص. العميل حرفيًا قال لي: "عايز أرمي الأجهزة ديّة وخلاص الأجهزة دي مش نافعاني، تشتريها خُردة؟" قُلت له: "طب ما أنا ممكن أرجّعها لك جديدة وأحسن من الجديدة كمان." قال لي: "هتعرف تعمل اللي أنت بتقوله دوّة وقد كلامك؟" قُلت له: "إن شاء الله وسيبها على الله وربنا يسهّلها." وخدت الأجهزة عندي المركز وزي ما أنتم شايفين كده اهتميت بقطعة في الجهاز وكل حاجة نضافة وصيانة، وزي ما أنتم شايفين ده الشكل النهائي، بس ده مش نهاية الفيديو عشان في حاجات لسه مفاجآت جاية في الطريق. بُص، أول حاجة اتطمنت على الكهربا بتاعتي، الإشعال الذاتي شغال، العيون صافية، النار شغالة بشكل كويس، النار طالعة ما فيهاش هباب، ما فيهاش أي حاجة، والمفاتيح شغالة بكل سلاسة. وبعد كده آخد بقى الجهاز دوّة بقى وأروح للعميل عشان نشوف الموضوع ده هناك، وهنركبه إزاي على غاز طبيعي عشان أنا كنت باجرب على أنبوبة. وأول حاجة الجهاز بييجي متسرتش بعد ما بيتلمع، بالمع الستانلس عشان الستانلس يطلع أحسن من الجديد إن شاء الله. وزي ما أنتم شايفين كده الحمد لله طلع بكفاءة 100%، والعميل انبهر جامد جدًا وقال لي: "ده فعلًا جهازي ما شاء الله عليك، ده أنت شاطر." وبتاع، وقعد يمدح فيّا شوية، بس أنا طبعًا ده شغلي وده اللي المفروض أعمله عشان ده واجب عليّا. وزي ما أنتم شايفين كده إحنا بنحوّل الجهاز بقى عشان غاز طبيعي، عشان إحنا كان عندنا أنبوبة هناك في الورشة وهنا هنركّبه على غاز طبيعي. فوسّعنا الفواني وضبّطنا الدنيا كده وركّبنا لواتير الغاز الطبيعي والحمد لله. هنعمل اختبار دلوقتي والاختبار بتاع الغاز الطبيعي هيبقى مِيَّة، مِيَّة. نهاية الفيديو لأ، مش نهاية الفيديو برضه، لسه في مفاجأة تانية هاجي لكم فيها. زي ما أنتم شايفين كده حطينا العيون وابتدينا نشغّل الإشعال الذاتي بقى على الغاز الطبيعي، والحمد لله اشتغل بكفاءة كويسة جدًا. تعالَ بقى نشوف الفرن وتعالَ نشوف التسليم النهائي. طبعًا أنت لو رجعت لأول الفيديو هتلاقي في اختلاف رهيب جدًا في الجهاز، زي ما أنت شايف كده الجهاز بُص كان عامل إيه وبقى عامل إيه. الجهاز فعلًا رجع للعميل جديد تاني. لو وصلت لحد هنا فأنا باحبك في الله.